اكلك بيتحسد، الموتة بتتحسد، لبسك بيتحسد، فرحتك بولادك بتتحسد. تخيلوا ان الغسيل على المنشر ممكن يتحسد. مرة زمان وانا صغيرة كنت واقفة في فرن العيش، ودي كانت حاجة عادية على فكرة في ايامنا، فرن وطابور وما كانش فيه ليه كريدت ولا حاجة، كان بندفع ناخد العيش على طول. ايه اللي حصل؟ فواحدة واقفة بتقول ايه ده، هي دي عروسة جديدة بنت كده نشرة ملايات جديدة. راحت التاني رد عليت لا لا يا اختي، هي كده على طول، دي متجوزة بقالها يجي 10 سنين، مش عروسة ولا حاجة، بس هي بتحب كل شوية تجيب ملايات كتير قوي 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 قوي. البنت دي هي قدام الفرن بالظبط، يا رب بس ما تبقاش عارفة ان انا بتكلم عليها. فات ايام وجت ايام، المهم ان انا لقيت ان الشقة دي فجأة مقفولة خالص، يعني هما لسه في الفرن بيمسكوا القصة، يعني ما بيسيبوهاش. خلاص دي تلاقيها سفرت، دي تلاقيها، انا من رأيي هي شكلها ماتت. رحموها لله. انا ما اعرفش هي راحت فين، بس القصه ان انا لقيتهم حتى مركزين ما بقاش فيه نشير، نشيرك على الحبل نفسه بيتحسد. انت متخيله؟ مش هقول لك حطي فوط قديمه قدام او كده، بس حاولي الحاجات المزهزهه قوي الجديده قوي قوي بزياده دي يعني بلاش تحطيها قدام. يعني خدي من النصيحه اللي انا كنت سامعاها في يوم من الايام، ما كنتش فاهمه انه حسد، كنت فاهمه انه ور بس رغي كده عشان احنا واقفين في الفرن الستات زهقانه، وانا كنت صغيره. ما انا كنت صغيره في يوم من الايام. كل حاجه بتتحسد. لو واحده سالتك على حلقه تروحت تلاقيه مكسور، وحصلت معايا ونزلت لكم فيديو بالحلق والخاتم اتفجرت. كل حاجه. نعمل ايه بقى؟ نتعظ بقى. ايه ملبس ايه لا يا اختي البس ان شاء الله تبقى بتضوي كده، حطي هنا كهارب. لا، طول الوقت امني على خروج ولادك في امانتك يا رب، يرجعوا في امانتك يا رب. احمدك يا رب على وجودهم، احمدك يا رب على رجوعهم، احمدك. امني على جوزك خارج داخل وانت بتنشري سم الله، واستعيذي من الشيطان الرجيم من عين اي حاسد او حاقد. طول الوقت خلي كده الاذكار. ما تيجوا نرجع لاهالينا بتوع زمان. الستات دي كانت ايه؟ ستات اسمها واعيه او مدقرمه، دايما كده فاهمين الدنيا اولها واخرها. يا ناس دول بتوع زمان قالوا لك مثل طبعا، ذو الهمم طبعا على عيني وعلى راسي، ولكن ده مثل. حسد الأعمى على لمعان عينه. يا قلبي ده مش شايف يا قلب أمه، يعمل ايه الراجل أكتر من كده؟ عينه بتلمع يا دي زي الإزاز. نتعظ بقى، نعمل ايه بقى؟ نركز. فين أذكارنا الحلوة؟ فين ورقة الأذكار اللي كانت في الشنط؟ راحوا فين دول؟ بقى على النت، ونكسل نفتح النت وندور عليهم. أمني سايبة الشقة تقولي في أمانتك يا رب، سايبة ولادك في أمانتك يا رب. الدعاء اللي بتحبيه قوليه، اي دعاء، المهم ان انت تامني على الحاجه بتاعتك دايما طول الوقت. داخله مكان حد عشان عينيكي ما تبقاش حاسده او حاقده، سمي الله واستعيذي من الشيطان الرجيم، وقولي اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له. هتلاقي ربنا والله يداكي الطقطقين ان شاء الله. ولكن لو بتقوليها بقلب لكن بحقد برضه مش هتقولي نكله. فلوسك في بوكك وانت بتدخليها تسمي الله. هتركزي وانت واقفه عند الفرن، عند بتاع الفراخ، عند بتاع الخضار، وانت بتفتحي بوكك 1000 عين جوه نفس البوك، مش عشان محتاجين، حب استطلاع. عشان لما تروح تحكي بقى، تقعد مع جيرانها، اسكتي ده انا كنت واقفه جنب واحده تشتري خضار، البوك بتاعها ايه؟ تشتري خضار دي اللي زيها هو يروحوا يشتروا لها. دايما وانت نازله السوق، نازله تجيبي خضار، البوك بتاعك ما يتفتحش، دايما يبقى فيه فلوس في سوسته الشنطه الخارجيه بتمن الحاجه اللي هتشتريها. لو رحتي مكان مثلا زي محل او حاجه كبيره وهتشتري، خلاص يعني مضطره تفتحي البوك بتاعك، وبرده ما تعرضهاش قوي، هو مش كتاب. مش بنفتحه كده، لا بفتحه كده وبطلع على القد. ولو انا مش قادره اطلع على القد، انا بدخل الحاجه في الشنطه واطلع على القد. يا رب اكون فدتكم من تجاربي اللي حصلت في الدنيا، ومع ذلك بتحسد برضه. فين الكتالوج؟ يلا السلام عليكم، ربنا يبعد عنكم كل حاسد وحاقد. اي حاسد وحاقد امين يا قادر يا كريم يا رب العالمين، قولي امين. السلام عليكم.